اسهل طريقة لعمل حمص الشام. هنجيب حمص الشام وهننقيه كويس جدا وهنطلع منه الشوائب وهننقعه لمدة ساعتين مش اكتر عشان يطلع الغازات الضارة اللي موجودة فيه. بعد كده هنحطه على النار يغلي لحد لما نمسك الحباية ونلاقيها طرية، يبقى كده استوى. هنحط الحمص في مية غزيرة زي كده، هنحطها على النار لحد ما يوصل لنص سوا من غير ما نحط اي اضافات. ودلوقتي بعد ما وصل الحمص لنص السوا هنحط عليه معلقة بابريكا، معلقة توم باودر وبصل باودر ومكعب ماجي ومعلقة كمون، كلهم كده. وبعد كده هنحط بصلاي طماطمايه مبشوره، ولو في جزر يا ريت بس مش كتير يعني. تمام، طماطمايه مبشوره وعصره ليمونه، بس مش هنحطها بالقشر عشان ممكن تمر، ما نحط عصره ليمونه كامله. وبعد كده هنرفعه على النار تاني. ودلوقتي الحمص استوى على الاخر. تمام، هتدوسي على الحبايه هتلاقيها طريه جدا معاكي، يبقى كده استوى. بصوا الميه ما فيهاش اي شوائب ولا اي حاجه، يعني اللي هيشرب مش هيتضايق من اي حاجه تحت اسنانه يعني وكده غير الحمص. تمام كده، بس مش هيبقى فاضل بعض السوا يعني بعد ما يخلص سوا الا انك تملحيه. طبعا الملح بقى ايه زي ما انتوا حابين، كل واحد على حسب يعني بيحبوا مملح قوي او كويس، والشطه برضه على حسب ايه الرغبه. كده نبقى خلصنا الحمص بتاعنا، فاضل بس ان احنا نحطه في ايه في الكوبايات. وده بقى الشكل النهائي للحمص، واحلى كوبايه حمص، احسن كمان من اللي بنجيبها من بره. وبألف هنا وشفا على قلوب.